راي ابدا راي فيه الراي واش موافقين ولا لا. حنا رافضين هذا المشروع، هذا مشروع حنا رافضينه. سول الاعضاء كلهم رفض المشروع اللي جات فيه الوكاله للمقاطعه، رفض المشروع. ماشي دوزي لنا الخطاب اللي بغيتي انت، لا مع التوصيه، ما كاينش توصيه. اذا نمشيو في نفس، لا نكتبوها، قولوا لا بصراحه قولوا نرفضوا المشروع التهيئه، نقولوا نرفض، وعدم عرضي على اللجنه المركزيه، عدم عرضي على اللجنه المركزيه، قولوا نرفضوا، عدم عرضي على اللجنه المركزيه. قولوا سي الحسين الا وهو شنو هو؟ ديال التعمير دار توصيات باخذ بعين الاعتبار موقف ديال مقاطعه الحي المحمدي اللي هو شنو هو؟ لا قول سيدي الرئيس شنو هو؟ قولوا لنا القرار ديال الدار البيضاء، ما هو القرار؟ قولوا لنا قرار ما نقولوا تبني وداك الشيء بوحدو. راعي جماعه الدار البيضاء هو هذا، الا كان بحال هكا نصوتوا عليه. ولكن هذا كاين توصيه في المقاطعه. راينا جماعه البقيه ما كما شاءت الرئيسه مع احترام الرئيسه لا ما كاينش ما معكمش. لا النقطه البيضاء لا قاطع بالمشروع تسمية تهيئة لجنة المقاطعة الحي المحمدي، وكنطالبوا باسم جميع أعضاء مجلس الحي المحمدي باش يرجع المشروع تسمية تهيئة كل أخرى ونناقشوا على صعيد المقاطعة، وعاد يتعرض عاوتاني على مجلس الجماعة من أجل، وكما بغيناهش يمشي للجنة المركزية. إلا مشى للجنة المركزية غتحمل المسؤولية ديالكم. اللجنه المركزيه كيحضر فيها السيد رئيس المقاطعه والسيده العمده، ولكن حنا ما بغيناش يمشي كاع اللجنه المركزيه، يرجع حلنا ومع التوصيات اللي حنا درناها كمقاطعه ديال الحي المحمدي، ونعاودوا ندرسوه مع الاعضاء ديال مقاطعه الحي المحمدي، وعاد نجيبوه لهذا المجلس الموقر. راي على مشروع مخطط تهيئه، التبني ديالنا كجماعه مزيان. الان كجماعه الدار البيضاء خصنا نعطيو راينا بشكل واضح، هل نحن نقبل هذا مخطط التهيئه؟ هل نحن نرفض هذا مخطط التهيئه؟ اما التوصيات كتهمنا كجماعه الدار البيضاء. اللي غيمشي لبلاتي، اللي غيمشي للجنه المركزيه، ما غنقولوش لهم كنتمناو راي مقاطعه الحي المحمدي، غنقول لهم راينا كجماعه الدار البيضاء. ولا كانت المقاطعه غلطه الجماعه تكون راي اخر. اللجنه المركزيه ترجع لينا حنا كمقاطعه، هذا هو اللي كاين. ما يمشيش للجنه المركزيه.